ايه ده؟ وانت مين اللي سمح لك اللي انت تقعدي في الاوضه بتاعتي؟ استاذ عبده. استاذ عبده ايه؟ انت اخرك يا شمس هنا اللي انت تنضفي الاوضه بتاعته وتطلعي بره. كنت شايفك بس محتاج حاجه ولا لا؟ لا مش محتاج حاجه. مين اللي قال لك اللي انت تقعدي هنا اصلا؟ ومين اللي اداك الاذن اللي انت تدخل الاوضه بتاعتي؟ انت اخرك تروقي وتنضفي وتطلع على بره تشوفوا بقى طلبات البيت. يا استاذ عبده انا حتى كنت ناويه اشيل الالقاب واقول لك يا بودي. القاب ايه بس؟ هو احنا هنا بنلعب في البطوله؟ القاب ايه وبتاع ايه وبودي ايه يا ست؟ ما تحترمي نفسك يا بنت انت. يعني مش ناوي يعني انا وانت يكون في بيننا ارتباط؟ اسمعي بقول لك ايه، امسكي نفسك كده شويه، احترمي نفسك. القاب ايه وارتباط ايه اللي انت بتقولي ده؟ فكك من المقاسه اللي انت عايشه فيها دي. انت اخرك هنا بقول لك تروقي وتنضفي وتطلع بره على المطبخ تشوفي اللي ناقص وتعمليه. خلاص ماشي اللي انت شايفه. اللي انا شايفه؟ ما انا مش شايف غير كده. هو في ايه يا جدعان؟ طب يا بودي بصراحه كده انا معجبه بيك ومش قادره ان اخبي مشاعر اكتر من كده. مشاعرك دي ممكن تروحي تحلها في اي حته بره. مشاعر ايه وقرف يا بنت انت؟ انا بقول لك انت عندنا هنا شغاله، هنا بتنضفي تروقي تشوفي ايه اللي ناقص، لكن شغل بقى المياصه وشغل المحن ده مش هيجي معايا. انا قلنا انا واحد بتاع شغل مش بتاع ارتباط ومياصه واخر قرف. ايه يا ست اللي انت بتقولي ده؟ يعني ده اخر كلام عندك؟ ايوه اخر كلام عنده، ما عنديش كلام غير كده يا استاذه شمس. طب انا اسفه، اتفضل انت عبال ما اروق لك الاوضه. اتفضل انا؟ لا مش هتفضل انا. شوف انت رايحه فين انت بقى. لو انت وراك حاجه هتعمليها مالكيش انت دعوه بيا. وقلت لك 100 مره هتدخل الاوضه دي تروق وتطلع بره. لو جيت يا شمس ده اخر تحذير لك، لو جيت بعد كده لقيتك قاعده في قلب الاوضه بتاعتي ولو شفت منك الكارت المحروق اللي انت قلتيه ده تاني بعد كده، انت مش هيبقى لك عندنا هنا اكل عيش خالص. سامعه ولا لا؟ حاضر سامع. هروق الاوضه وانده لحضرتك. هتروق الاوضه وانده على حضرتي؟ ايوه. يلا اتكل على الله. شوف انت رايحه فين. ماشي. تروق ايه ده؟ تقف هنا بتعملي ايه؟ لا يا حبيبي مفيش اي حاجه، كنت عايزه اسمع الحوار اللي بيدور بينك حوار ايه بس اللي بيدور ومش حوار اللي بيدور؟ وعلى الكورنت اللي وزعها عليا. فايه اما اللي انت بتعمليه ده؟ انت صغير اللي انت بتعمليه. انت شايف ابنك ازاي بالظبط؟ عيب عليك اللي انت بتعمليه ده. ابنك متربي صح؟ بصراحه ايوه يا ابني، كنت عايزه اختبر اخلاقك وكده طلعت زي ما انا راسمه بالظبط، مؤدب واخلاق، دي تربيتي. يعني انا فرحانه جدا بيك يا واد. بالظبط ايه بس يا اما؟ انا مش عارف انت ايه اللي حصل لك. انت اتجننت ولا انت باين عليك عبيطه اصلا؟ يا ست عيب عليك، عيب عليك اللي انت بتعملي ده. روحي كده يا ست. جدع يا بنت يا شمس، عملت كل اللي انا قلت لك عليه كما ينبغي واكتر شويه. بس يا ست هانم بصراحه انا مش مبسوطه من اللي انا عملته ده. ليه يا حبيبتي؟ يعني دلوقتي استاذ عبده شايفني ازاي؟ اكيد شايفني انسانه مش كويسه. يا حبيبتي ما انا شرحت له كل حاجه وفهمته وقلت له انا اللي قايلك تعملي كده، والصراحه الواد طلع 100 100. طيب افرض دلوقتي يعني هو كان بصباص وكان عينه زايغه، كان يعني هيحصل لك برضه؟ اخص عليك يا بنت، وانا هسيبه برضه ان هو يعمل حاجه كده ولا كده وانا واقفه ورا الباب؟ ده انت زي بنتي برضه، عيب عليك. بصراحه هو انت ابنك انسان كويس ومحترم، وده اللي انا قايله لك من قبل ما انت تقولي تفكر اصلا في الموضوع اللي انت عايزه تعملي ده. وقلت لك ثقي في ابنك. انا بشتغل هنا من زمان وبشوف استاذ عبده وهو داخل وهو خارج وهو بيروح الجامعه وبيرجع وهو بيدخل اصحابه كمان. تخيلي حتى وانت مش موجوده ما بيدخلش حتى اصحابه البيت. يا حبيبتي انت تقولي زي ما انت عايزه، بس انا عايزه اشوف واسمع بوداني، وابني طلع زي ما انا راسمه بالظبط ان هو مؤدب ومحترم، دي تربيتي. طيب طالما انت عارفه ان هو مقدم ومحترم واثقه فيه قوي كده، ليه خليتيني اعمل معاه كده؟ بصراحه يا مدام انت حطيتني في موقف محرج قوي. بصراحه كده يا شمس يا حبيبتي انت قمر وعسوله والله اكبر عليكي، ربنا يديم عليكي النعمه دي كلها. كنت عايزه اشوف ابني كده ولا عينه زايغه، بس الحمد لله. وغير كده كمان قلت اقطع الشك باليقين ما اشوف ابني. خلاص شفتي؟ يا ريت بقى ما تحطنيش في مواقف بايخه زي دي تاني بعد اذنك. خلاص بقى يا حبيبتي ما تزعليش مني. مش هتحط في موقف بايخه. لا يا حبيبتي حقك عليا، بس انا زي ما انا قلت لك كنت عايزه اطمن على ابني والاقي مين قدامي غير القمر العسل اللي معايا في البيت. حقك عليا ما تزعليش، واهو ما حصلش اي حاجه. انا عارفه متاكده ان ما كانش هيحصل حاجه، بس برضه عيب في حقي. معلش يا حبيبتي حقك على دماغي انا وما تزعليش مني، وهو موقف وعدى والحمد لله. ماشي انا اشوف شغلي. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. عن اذنك. الحمد لله والشكر لله ان ابني طلع زي ما انا عايزه بالظبط. ربنا يديم عليك يا حبيبي النعمه والستر منين ما تروح ومنين ما تيجي. السلام عليكم. اهلا يا اخويا اتفضل. اهلا وسهلا. ازيك يا هدى؟ ازيك يا اخويا؟ مالك في ايه؟ مالي؟
مالي ايه بس يا هدى؟ انا مش عارف يا هدى، هو انت بتصغري ولا بتكبري يا هدى؟ ايه اللي حصل يا علي بس؟ في انت داخل سخن عليا كده ليه بس؟ مالك؟ الكلام اللي ابنك جه بيحكيهولي، وموضوع الخدامه ومش الخدامه، وحضرتك عايزه تعمل له اختبار في الاخلاق وبتقعدها في اوضته، ايه الشغل العيال الصغيرين ده؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ لا يا اخويا، لا كلام فاضي ولا شغل عيال صغيرين. حبيت اختبر ابني واشوفه مؤدب ولا لا، هيطلع زي تربيتي اللي انا مربيها له ولا لا. ايه اللي زعل في حاجه زي كده يا علي؟ عايز اقول لك بقى على حاجه. داخل كبيره وصغيره، ايه اللي دخل الكبر؟ ماشي يا هدى، عايز اقول لك على حاجه بقى، انت من الاول غلطانه. صح؟ صح يا علي. ليه بقى؟ انت ما تحطيش الكبريت جنب النار وتقولي مش عارف ايه. غلط. ابنك في سن الشباب، اي نعم انا عارف ان انت مربيه كويس، وكان لازم تبقى واثقه من تربيته، لانه متاثر جدا بحته الشك بتاعتك. ما تحطيش الكبريت جنب النار وتقولي مش عارف ايه. هو اللي ينقي خدامه ينقيها ما شاء الله طول بعرض وجميله ليه كده بس؟ ليه بتطلقي الفتنه؟ بتطلعيها من اغوارها ليه؟ بلا اغوارها، بلا الكلام الكبير اللي انت عمال تقوله لي ده يا اخويا. اللي لقيتها قدامي بس الحمد لله ما حصلش حاجه. وابني طلع زي ما انا عايزه. طب وفريدي بقى كان حصل حاجه؟ الحمد لله، وده شيء مش مستبعد. خلي بالك ما بص، عايزه تجيبي شغاله تجيبي شغاله يعني ما تكبرها شويه بتاع حد جايه تساعدك. انت هتعملي عرض ازياء في البيت يا اخويا؟ لا عرض ازياء ولا حاجه، واللي لقيتها قدامي بقى يا علي، وانا عارفه يا اخويا ان انا غلطت. البنت دي تطرديها حالا، لان جمالها بيمثل خطر شديد جدا. هتعملي مشاكل. ليه واقطع عيشها ليه؟ البنت مؤدبه وكويسه، هو افترى وخلاص يا علي. واذا ابنك بقى عمل معاها علاقه ولا حبها ولا لا بعد الشر، ابني مؤدب وانا خلاص عرفت ان هو مؤدب، يبقى ملهاش لازمه بقى اقطع عيش البيت. انت جاي تخرب ولا جاي تصلح يا اخويا؟ يا هدى انا عايز يبقى في بينكم وبين بعض عيشه كويسه، مش عايز مشاكل. ده ابنك اللي فاضل لك خلاص. الحمد لله. من ريحه المرحوم. الحمد لله، ربنا يخليهولي. والبنت بجد مؤدبه ومحترمه، مفيش اي حاجه. عايزك تتصرفي يا هدى بشكل فيه حكمه وتدققي في اختياراتك، مش عايز الاختيارات العشوائيه دي. حاضر يا اخويا حاضر. ايه انت مالك اتعلمت البخل ولا ايه؟ ولا بخل ولا حاجه يا اخويا، هعمل لك الاكل والشاي والنسكافيه وكل حاجه انت عايزها. في طلب تاني يا اخويا؟ طب يلا قومي. حاضر يا اخويا حاضر. لا قوه الا بالله. هي كده هدى طول عمرها شكاكه، حتى زمان كانت تاخد اللعب بتاعتي وكانت تكسرها. عشان كده هي بتمارس ضغوط على ابنها. انا عارف انه مش مجرد ابنها، ده كل حاجة. عشان كده عايزة تطمن. مسكين يا عبدو، مسكين. ربنا يقدرك على امك. المسقعة يا هدى. افتحي الباب يا شمس. حاضر. ازيك عامل ايه؟ عبدو ابن اختي ازيك؟ منور الدنيا كلها. الله يخليك يا حبيبي. طيب استاذن. لا استني شويه انا عايزك كده برضه يا عبدو تروح تشتكيني لاخويا الكبير ويجي يفسخني ويقول لي كلمتين ما لهمش لازمه عشان خايفه عليك يا حبيبي؟ وانت عايزاني اقول لك ايه يعني ياما؟ ولا عايزاني اعمل ايه؟ اتكلمت معاكي راكبه دماغك وشايفه ان انت بتعملي ده صح، وبعدين يعني وانت مش واثقه يعني في تربيه ابنك؟ ده انت كده معناتها ان انت مش واثقه في نفسك. هو في ايه اللي مربياه؟ هو في ايه؟ احنا هنعيده؟ احنا مش خلصنا الموضوع ده وانتهينا منه؟ الله ابني وبوعيه، يعني ما ينفعش اتكلم مع ابني يا علي. ست هانم دي امور عائليه. ست هانم ايه؟ استنى قلت لك انا عايزك. لا اله الا الله. لا يا خالي، يعني هي بص برضه مصره يعني اللي عملته ده صح؟ لا مش مصر، انا قلت له ان انا غلطانه واعترفت بغلطي. بس خلاص يا جماعه، انا شايف ان المشكله دي استحكمت قوي، وانا شايف يا ابني حلا للمشكله دي. ايه؟ تتجوز شمس. يتجوز شمس؟ مالها؟ طول بعرض وجميله وظريفه ولطيفه، ولو لف الدنيا مش هيلاقوا ضفر. انا لو صغير كنت اتجوزتها. بصراحه كده يا عبدو البت ما يعيبهاش حاجه والله. طيب. اكبر عليها. ايه رايك يا حبيبي؟ وانا بصراحه مال وجمال، عايز ايه تاني؟ مش هقدر اكسر كلمتك يا خالي، وانت برضه ياما حبيبي. مع ان اللي انت عملتيه ده عايز خلاص اقول بقى لك يا حاجه هتفرحك بقى. بص يا شمس، انا عايزك تعتبريني زي طب أبوكي. استنى يا علي بس، احنا خدناها كده على مشامها وما خدناش رايها. ايه رايك يا حبيبتي؟ عبده طيب وابن حلال. موافق ولا السكوت علامه الرضا. طيب بالمناسبه دي بقى انا هروح للمأذون الحاج عبد الصبور واجيبه. ما هو مش على طول كده على المأذون يابا، لازم برضه لا لازم ناخد رأي ابوها يا برضه. سيدي. لا انا زي انا معتبر زي ابوها. برضه. وعلى فكره وماله ناخد رايها. بصوا بقى. صح يا حبيبي صح. انا ما عنديش بنات، هعتبرها زي بنتي. وماله يا حبيبي؟ وانت اللي كمان هتأثري فيه
انا هجيبه. حبيبي عفش، اجهزه كهربائيه، اي حاجه. متسهله من مجاميعه. وانا بقى هفقع زغروطه، ايه رايكم؟ يا ريت. عروسه زينه والله. زينه والله زينه. زينه والله زينه، زينه والله زينه، زينه والله زينه، زينه والله زينه. شفت يلا يا انا هروح شمس؟ احضر لكم حاجه تشربوها. يا شمس. حاضر يا حبيبي. جيتي والافراح جت. انا هنادي عبد الصبور المأذون. انا عايز اتكلم معاه شويه. انت هتمشي خالص؟ جهزوا البطايق عشان المأذون في السكه. ماشي، المأذون ايه؟ اتكل على الله. انا ما كانش قصدي ان انا ازعلك وقت ما دخلت اوضتك. بصي يا شمس، انا عايز اقول لك على حاجه. هو مبدئيا ده كانت ردة فعلي، لان انا ما كانش ينفع ان انا اشوفك قاعده في الاوضه بتاعتي واسكت. ده اول حاجه، تمام. تاني حاجه يعني برضو في نفس الوقت امي مش عارف هي كان دماغها فيها ايه في الوقت ده، بس عادي عديها. المهم ان هي كانت يعني يمكن غلطه وقربت المسافات اللي احنا نتجوز بصراحه. بس انا كنتش عارف اقول لك ايه يا بنتي. انت اهم حاجه بس انت موافقه، ولا عشان خالي كان موجود وامي كانت موجوده يعني انا هلاقي مكسوفه؟ احسن منك فين يا سعد؟ مش منك يا رب. بس تمام يعني كده. تمام، انا هجهز لك الاوضه بتاعتك واحضر لك الغداء. هي بقى خلاص بقى تبقى مراتي بقى بعد كده بقى، مفيش منه الكلام ده. تدخلي في اي اوضه بقى خلاص براحتك بقى بقى. عشان بتحرج. شفت البيت؟